عمرك فكرت قبل كده تطلع الفنان اللي جواك وترسم رسمة وطلعت وحشة جدا في الآخر؟ طب أكيد كان عندك في البيت غسالة قديمة أو حتى أزرار وبادجات بأشكال مميزة مرمية هنا أو هناك. ومين فينا ما كانش بيحب يجيله هدايا من اللي بيحبه، ولما فركشه رميته معظم الحاجات دي. وأكيد في مننا اللي اتفرج على أفلام زي جيمس بوند وجيسون بورن وفاكر بقى إن الحاجات دي مش حقيقية. طب لو قلتلك إن في متاحف بتاخد الحاجات دي بتعرضها وكمان بتديلك مقابل ليها. وفي اليوم العالمي للمتاحف خليني أقولك على أغرب المتاحف في العالم، واللي بتعرض حاجات ما كنتش تتصور إنها موجودة أصلا. كوباية القهوة بتاعتك وحصلني. أنا أحمد طه، وأنت بتسمع الخلاصة. أهلا بيك. شايف الصورة دي؟ دي لوحة الموناليزا. تقدر تقول إنها التقليد السيء للوحة الشهيرة الموناليزا. دي واحدة من 500 قطعة فنية من كل أنحاء العالم، معروضة في متحف الفن السيء في ولاية ماساتشوستس في أمريكا. المتحف بيعرض أسوأ صور ومناظر طبيعية ولوحات مستنسخة زي الموناليزا لأندريا شميد من كندا. اتأسس المتحف سنة 1993، وهو المتحف الوحيد المهتم بجمع وعرض الفن السيء. واللي بيعتقد سكوت ويلسون المنظم للمتحف ده إن بعض الأعمال الفنية ليست جيدة جدا، ولكنها ليست سيئة أيضا، بحيث لا يجب التخلص منها أو تجاهلها. وكل شهر بيتم قبول أكتر من 20 عمل، بشرط إن صاحب العمل ما يكونش قاصد إنه يطلعه بشكل وحش أو إنه يكون ممل. وشعار المتحف: الفن سيء للغاية لدرجة لا يمكن تجاهل. ومن أمريكا نروح لليابان، وبالتحديد في متحف كوب نودلز في أوساكا إيكيدا في اليابان، واللي بيعرض كل المعلومات عن صناعة النودلز. بيتعرض في المتحف أكتر من 800 نوع من المكرونة سريعة التحضير اللي هي النودلز من كل أنحاء العالم. وبيظهر المتحف تطور منتج واحد لثقافة غذائية عالمية في تقريبا نص قرن. ولو فاكر إن دي أغرب حاجة، فهقولك إن في ولاية كاليفورنيا في أمريكا في متحف مخصوص للموز، وممكن تلاقي فيه أي حاجة تخطر على بالك على شكل موز. وفي ولاية ميدلتون ويسكونسن أسس باري ليفنسون المتحف الوطني للمستردة، واللي بيحتوي تقريبا على 5700 نوع من كل أنحاء الولايات المتحدة. وفي ولاية أيدهو بيقام متحف البطاطس، واللي مخصص لتقدير البطاطس وطرق طهيها وزراعتها وأهميتها الاقتصاد. ومن أهم مقتنيات المتحف ده أكبر بطاطساية مرمشة اتبرعت بيها شركة برينجلز. حتى الملح والفلفل اتعمل لهم متحف. ففي مدينة جوادالست الأسبانية موجود متحف الملح والفلفل، اللي بيضم أكتر من 20,000 قطعة من الملاحات من كل أنحاء العالم بمختلف الأشكال والأنواع. بما أننا لسه بنتكلم في الأكل، ففي ألمانيا الخبز بقى ليه مكانة خاصة لدرجة تأسيس متحف مخصوص للخبز عشان يعرفك على تاريخ الخبز على مر 6000 سنة. وبيضم المتحف أكتر من 16,000 مادة متعلقة بتاريخ الخبز وأنواعه وحبوبه وطريقة خبزه وصناعة الخبز المنزلي كمان. ده كمان في أدوات لصنع الخبز وآلاف الكتب اللي مخصصة بس للخبز. مين فينا ما يعرفش أو ما جربش يلبس الجزم الباتة؟ تقريبا كلنا سواء احنا أو أبائنا أو أجدادنا أكيد سمعنا عن الجزم دي، وأكيد جربنا نلبسها في يوم من الأيام. لكن بالنسبة لسونجا باتا مرات مالك شركة باتا للأحذية، الموضوع ما كانش مجرد لبس أبدا. الموضوع بدأ كهواية لجمع الجزم بأشكالها وأنواعها، واتطور لحد ما وصل إن يبقى ليه متحف مخصوص اتسمى بمتحف باتا للأحذية في مدينة تورونتو. المتحف جواه أكتر من 13,000 جوز جزمة اتجمعت على امتداد 4500 سنة من التاريخ من كل أنحاء العالم. يعني جواه هتلاقي فيه صنادل مصرية قديمة، جزمة ألفيس بريسلي المشهورة المصنوعة من جلد الغزال الأزرق، وتصميمات تانية مميزة كتير لأكبر المصممين العالميين. حتى تصميم المبنى نفسه على شكل صندوق الجزم المفتوح. وفي هولندا في أمستردام تم إدراج متحف التعذيب ضمن قائمة المتاحف الغير عادية، لأن جواه مجموعة واسعة من أجهزة التعذيب اللي توصل لأكتر من 1000 قطعة، بتشكل جميع آلات التعذيب اللي اخترعها الإنسان وانتشر استخدامها في العصور الوسطى في أوروبا لحد القرن ال18، زي المقصلة وكسرة الجمجمة والعذراء ولجام سكولد وغيرها. ومع كل جهاز صورة مكبرة من كتاب قديم بيشرح الجهاز ده ازاي بيستخدمه وفي أي عصر كان بيستخدم. الإضاءة الضعيفة والتصميم الدرامي للمكان هتدي لك إحساس بالكآبة والمعاناة. أما في المكسيك ففي تحت المية متحف من أشهر المتاحف، وهو متحف كانكون، اللي موجود فيه أكتر من 500 تمثال منحوت بالحجم الطبيعي من صنع مجموعة من النحاتين، اللي أشهرهم النحات الشهير جيسون دي كاريس.
بيتكون المتحف من 3 قاعات في أعماق بتتراوح من 3 ل 6 متر، واللي ممكن تشوفها من خلال القوارب الزجاجية أو الجلاس بوت، أو ممكن إن أنت تغوص بنفسك وتمشي في المتحف ده. وتم تصميم المنحوتات عشان تكون جزء من الشعاب المرجانية وتكون آمنة للحياة البحرية، يعني تعتبر الشعاب مرجانية اصطناعية، وده عن طريق إن هم كانوا بيستخدموا في المنحوتات دي نوع خاص من الخرسانة بيسمح إن الشعاب المرجانية تنمو فوقها. وفي العاصمة الأمريكية واشنطن بيقام متحف التجسس الدولي، اللي هتشوف فيه كل حاجة تخص المجال ده، من أدوات تجسس وكاميرات وعربيات تجسس مجهزة بمدافع رشاشة ووثائق التجسس التاريخية والأسلحة السرية. والغرض من المتحف ده إظهار دور التجسس في تشكيل الأحداث الكبرى في العالم. وفي العاصمة الكرواتية زغرب تم إنشاء سنة 2010 متحف بروكن للعلاقات الفاشلة. كانت فكرة إنشائه هي جمع خبرات وتجارب من علاقات أخرى، مع أكتر من 2000 قطعة تم التبرع لها للمتحف. في منها العادي زي المجوهرات والدباديب، وفي منها الغير متوقع زي مثلا إزازة صغيرة من الدموع، فستان فرح، رجل اصطناعية، أو حتى فاس تم استخدامه في تقطيع الخشب اللي تم تصميم بيه أساس من شخص لحبيبته. وجنب كل حاجة معروضة في بطاقة تعريفية بيتسجل فيها مدة العلاقة والقصة اللي وراها وأهميتها للطرفين، وده طبعا بيتم من غير ما يتم ذكر أسماء الأشخاص نفسهم. المتحف متقسم ل3 أقسام: في قاعة للعلاقات العارضة الفاشلة، وفي قاعة للعلاقات انتهت بسبب موت واحد من الاتنين، وقاعة مخصصة للجوازات الفاشلة. وفي 2011 فاز المتحف بجائزة كينيث هودسون باعتباره المتحف الأكثر إبداعًا على مستوى أوروبا. وفي كولورادو بيقام متحف لي ماكسويل للغسالات، واللي بيضم أكثر من 1400 غسالة أثرية، لدرجة إنه تم منح المؤسس رقم في جينيس ريكورد لأكبر مجموعة غسالات في العالم. وفي باكو بأذربيجان بيقام متحف الكتب المصغرة، اللي اتفتح سنة 2002 وبيضم آلاف الكتب الصغيرة، لدرجة إن في كتب من كتر ما هي صغيرة ما تقدرش تقراها غير باستخدام عدسة مكبرة. في زي المتاحف دي حوالين العالم كتير، وجواها حاجات أغرب من كده. بس لو وصلت لحد هنا اعرف إن أنت من المميزين عندي. اكتب لي بس في الكومنتات متابع، وما تنساش تشوف الحلقات اللي فاتت وتتابع الحلقات الجديدة، وتنزل تبص على المصادر. ولو بتتابعني على صفحتي على الفيسبوك أو بتسمعني على صفحة البودكاست، ما تنساش اللايك والشير. كنت معاك أنا أحمد طه، وأنت كنت بتسمع الخلاصة.